حصلت اليوم سابقة تاريخية منذ يعني تكون المجلس الوطني التأسيسي، اللي هو قام على يعني هو من نتاجات ثورة العزة والكرامة. اليوم في هذا المجلس يقوم ما يعبر عليه بنائب اللي هو السي كريم كريفة، ويقول هو خارج باللفظ وبالحرف التجمع سيدكم. إذن هو موجود هنا دماء الشهداء ودماء نضالات يعني شباب تونس وثورة الكرامة والعزة. إذا كان يتجرأ اليوم هذايا من علامات الثورة المضادة، وإذا كان اليوم يحل فمه ويقول كلمة كما هكا شيء لا يغتفر. انت محسوب من الازلام راهو زاد، حتى انت محسوب من اي انا زاد محسوب من الازلام. هاك موجود في تونس، هاك انت موجود في تونس يا معز، قاعد تلعب معناها في لعبة قادرة لمنع كل من تحمل مسؤولية في الحكومات المتعاقبة في النظام المخلوع وانتمى إلى هياكل حزب التجمع المنحل، ومن ناشد الرئيس الأسبق للترشح للانتخابات الرئاسية 14 و2000. أعيد السادة النواب أنه بعد أن تستكمل لجنة التحقيق تحقيقها إن ثبت أني مخطئ فإني سوف أعتذر. يلزمني نحس روحي أنا غلط. البشرى الأولى لأهالي سليان، فسليم شيبوب لم يعد سارقا. البشرى الثانية الأهالي سيدي بوزيد، فكمال الطيف قد سبقهم في النظام. البشرى الثالثة الأهالي قفصة، فالطرابلسية لم يسرقوا فوسفاتا. البشرى الرابعة أهالي باجة وجندوبة والكاف، فقمحهم لم يسرق في قصر قرطاج. البشرى الأخيرة للرئاسات الثلاث، فبن علي يلملم شمله وقد يعود عجلا مع ليلاه، وقد يحمل على الأعناق احتفاء به واعتذارا منه. الآن في القصرين يجري الإعداد لما يحصل الآن في سريان، وستنتقل هذه العملية إلى سيدي بوزيد. إذن هنالك أنا مش نحكي على مؤامرة، نحكي على تخطيط، ثم شيء يخطط له. هناك نفوس انطوت على الشر وعلى الخبث، ثم بعد ذلك يأتون ويتغنون بالوطنية ونحن وطنيون وينشدون النشيد الرسمي، ومن ذلك فلا عاش في تونس من خانها. أنتم أكبر خونة، أكبر خونة هم هؤلاء، وإن شاء الله هذه الجملة تصدق فيه ليقولوها خبرا فتصير إنشاء ودعاء عليه. فلا عاش في تونس من خانها قد تكون خبرا وقد تكون دعاء وإنشاء. إن شاء الله يكون ممن يدعو على نفسه. عجيب، ابتلينا بمعارضة عجيبة. إذا لم تقدروا على إعطائنا حقوقنا فخلوا بيننا وبين هؤلاء، أرجعوا للشارع، خلوا المناصب، أرجعوا للشارع وناضلوا كما كنتوا تناضلوا. احنا اليوم في حالة حراك ثوري، اليوم الشرعية تحكم في البيت. تعرف شنو هي الشرعية الثورية؟ وبالنص بالقانون قالت كي ترجع المرسوم عدد 35 شو يقول لك؟ يقول لك وانه لابد ان تعمل جميع الاطراف على القطع مع النظام السابق. النظام السابق يكون نظام سابق معناها الشخوص والمؤسسات، وبالتالي كل من له علاقه باشخاص وبمؤسسات النظام السابق يجب ان يمنع. بعد ثوره يرجع عندنا التجمع، ثوره يسقط جنات الشعب، يسقط حزب الدستور، يسقط جنات الشعب، يسقط حزب الدستور، جعل الثوره. لن يعود التجمع، لن يعود نداء تونس مهما كان